مساكم الله بالقبر. صليتوا على رسول الله. تعليق بسيط بخصوص الهوية اليمنية اللي يفعلون يعني ضجة إعلامية وضجة يعني طرفها في واشنطن وآخرها يعني في عمران. من صلح له يعني معوز على قحرته وجنبه وسطه قال الهوية اليمنية. يا ولدي المعوز والجنبيه هذا تراث يمني وليس هوية. المعوز والجنبيه هذا تراث. أكثر المناطق في اليمن ما تلبس شيء معوز وجنبيه، يعني هؤلاء مش يمنيين، نقول لهم هؤلاء مش يمنيين، ولا اللي يلبس له سروال ولا ثوب هذا مش يمني خلاص ننكره. المعوز والجنبيه نعيد ونكرر للمرة الألف تراث يمني وليس هوية. الهوية هي دين وأخلاق وحسن تعامل واحترام النفس. نحن اليمنيين ما احترمنا أنفسنا ونشتي العالم يحترمني. الأخ يقتل أخوه اليوم، والمسافر يسافر من صنعاء يعني إلى عدن يعني تهريب، ومكنوني الهوية اليمنية. عن أي هوية تتكلم الله يرضى عليك؟ المسافر قلنا لك يسافر من صنعاء إلى عدن تهريب، وأعظم دول العالم مش قابل ما رضي يستقبلوني. دول العالم اليوم أكثر دول العالم ما رضي تستقبلني، وانت تدور على الهوية اليمنية. دول العالم مش معترفة فينا أننا بشر، وانت تدور على الهوية اليمنية. انت تسجل يعني المنشور بالفيسبوك يعني في الجولة في السعودية ولا مصر ولا في الأردن ولا في أمريكا، تسجله في الجولة. شوف لا يسارك ولا لا يمينك عندما تسجل الهوية اليمنية وافتخر. أي من ذي يقرب عليك القزاز، بعد تحصل هذا من يسارك واحد يقرب يمني يبا حق الأكل، ومن يمنك واحد يقرب يبا حق الشرب، وانت لا فاتح الفيسبوك وتسجل الهوية اليمنية وافتخر. الهوية اليمنية هي رواتب، هي إيجاد فرص عمل، هي القضاء على البطالة، القضاء على الجوع، إشباع البطون الجائعة. هذه الهوية متى ما سيطرتوا على البطالة، متى ما قضيتوا على البطالة في بلدكم ووجدتوا فرص العمل وبنيتوا اقتصاد ودولة مثل دول العالم بيعترف فيكم بهويتكم بدون ما تظهروها له، بدون ما تقولوا رعى الجنبي هذا هو المعوز الهوية اليمنية. اقضوا على البطالة، اقضوا على الفقر، وجدوا يعني فرص العمل، يعني صرفوا رواتب الناس، رواتب الضمان الاجتماعي، رواتب الموظفين، وهكذا يعني انتوا اعتبروكم في القمة. العالم بيعترف فيكم وبيحطكم على راسه. وإن كان الأخ يقتل أخيه، والأب يقتل ابنه، وابن العم يقتل ابن عمه، والصاحب يقتل صاحبه، والمسافر يسافر من صنعاء يعني لا عدن تهريب، وجيت تقول لي يعني الهوية اليمنية؟ هذا كلام فاضي.